واخيرا كبسة الهام الشهيرة. شوية زلاطة عليها لبن. شوفوا لي الدجاج شلون مستوي. بسم الله. هاي هي لقمة السعادة. بهارات واهم شيء نمطرها بالليمون. نزل عليه شوية دقوس. كبسة الهام على اصولها. بسم الله. 10 من 10 صدق تستحق التجربة. خلي اشوفكم الدجاج شلون مستوي وذايب. بالبداية نحتاج جذر عادي، مو شرط ضغط، وننزل بيه زيت بس مو اي زيت، هذا زيت جيهان. ننزل شويه زيت وننزل بصل مقطع ناعم. نحمس البصل الى ان يتغير لونه ويصير ذهبي بهذا الشكل. هسه ننزل الدجاج. قبل كل شيء جلد الدجاج لازم نستغني عنه. نحمس الدجاج على الوجهين لحد ما ياخذ هاي التحميره. ننزل عليهم خاشوقه كبيره من بهارات الكبسه وورقتين غار ونومو بصره. نعطيهم تقليبه سريعه وحمسه للبهارات. من اساسيات الكبسه هو المعجون، لازم يكون لونه حلو وطعمه طيب. انا راح استخدم معجون جيهان الغني عن التعريف. خاشوقه مليانه معجون ننزلها عليهم وبس شوفوا لي لونه والجوده مالته، هذا هو راح يعطينا نكهه الكبسه الاصليه. نحمس المعجون ويا الدجاج حمسه سريعه، لونه كلش يخبل وريحته ملت المطبخ. ننزل عليهم مي حاره الى ان يغطي الدجاج. ننزل الملح نغطيهم ونتركهم 15 دقيقة، وبين ما يستوي الدجاج خلونا ننقع التمن من هذا الفيو. التمن والزيت والمعجون ضروري يكون المضبوطات بهاي الوصفة، لذلك انا استخدمت كل منتجات جيهان. تمن جيهان غني عن التعريف، هو تمن بسمتي حبته طويلة 1121 عالي الجودة والنقاوة، وما اعتقد احد بينا ما شارب شاي جيهان. من هذا الفيو غسلت التمن واستمتعوا بالمنظر. بعد مرور 15 دقيقة راح نفتح الدجاج ونلقاه شبه مستوي. هسه ننزل التمن مباشرة على الدجاج. بسم الله. بهاي الكبسة لازم المي يغطي التمن بمقدار هالقد. نسيت اقول لكم لا تنسون الملح. هسه نغطيها ونتركها شي 15 دقيقة وتكون جاهزة. وكملت الكبسة مالتنا. وشلون تعرف الكبسة مضبوطة؟ من هذا القوام، وهذا هو المطلوب.